جاء يوم التحرير، فتح الباب. احكي صوت لي عن الله هاللحظة. أكبر، صياح، تخبيط، تكسير، واسات. فكرنا إعدام، بلشوا إعدام هيك أول شي بالعالم فكرت. وإن استعصاء بالسجن. فقلت للشاب اللي حدي، طبعا هون أنا كنت مارق بمرحلة السل، مشلول 6 شهور، وصار خضابي 2.3، ما ظلش عندي دم. أخذوني على المشفى، قعدت 15 يوم مشفى تشرين، مكلبش الإيدين اليمين واليسار والإجرتين، وملفوف جنزير على معدتي وعلى التخت وقفلين، ومطمش ومغطى بحرام وشرشف، ووجهي على الحيط، وممنوع أطلع صوت أو أحرك إيد أو إجر. حطولي 5 وحدات دم وطلعت، رجعت على السجن. فبعد ما حطولي الدم وعلى دواء السل والأدوية، طبعا هون صارت الشباب كل واحد عنده زايد حب يعطيني اياه اللي خاه، بلكي بكره ما فتش دواء او ما جاش دواء كنت يخبول. وصلان لأكتر مرحلة شلل، تعبان فيها، شلل على الخالص، يعني من شلل مو نصفي من قادر نص وتحت، تتحرك. لا اتحرك ولا امزحف.